بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هقول لكم على قصة النهاردة هتغير حياتكم 180 درجة بالنسبة للنعم اللي انت فيها ومش حاسة بيها ولا شايفاها. ما انت شايفة بس الا التعب والمشاكل اللي هي بتواجهك. بمعنى ايه يا ام تقى؟ بمعنى ان انت دايما بتبصي للنص الفاضي اللي في الكوباية، ما بتبصيش للنص المليان. من ربنا سبحانه وتعالى مدينا نعم كتير جدا جدا، ودايما ما بنبصش الا للمشكله او التعب اللي احنا فيه. عشان كده بقولك دايما لازم تحمد ربنا، لان ربنا سبحانه وتعالى مدي كل واحد فينا ال 24 قراب بتوعه. يعني ممكن يكون مديك اولاد، ومدي غيرك مال، مدي غيرك جمال، مدي غيرك صحه، مدي غيرك حاجات كتيره قوي قوي قوي. انت شايفة ان الحاجات اللي موجودة عنده دي مش موجودة عندك، بس سبحان الله ربنا مديكي حاجة هي مش موجودة عنده. يعني سبحان الله، اللي عندك مش عندي واللي عندي مش عندك. مثلا ده ابني تعبني، ده جوزي تعبني، ده انا مديونة، ده انا تعبانة، ده انا مش عارفة ايه الكلام ده كله. انت كده بتشتكي ربنا. ربنا بيبتليكي وبيختبرك عشان يشوف مدى صبرك، عشان يجازيكي كل خير، وبعد الصبر جبر ان شاء الله. القصة اللي انا هحكيها لكم النهاردة قصة واحدة صديقتي قالتها لي، وقالت لي لازم ان انت تعرضيها، ولازم ان انت تنزليها على قناتك، لان ناس كتيرة جدا هتستفاد من القصة دي. انا عن نفسي لما سمعت القصة دي بصراحة انا عيطت والله، يعني من شدة ايمان الناس ورضاهم. فاتمنى يا رب ان القصة فعلا تغير حياتكم زي ما غيرت يعني من حياة صديقتي ديت، وغيرت مني، واتمنى يا رب انها تغير حياتكم للافضل ان شاء الله. تابعوني وهنبدأ إن شاء الله معاكم القصة بالصلاة على النبي. صلوا معايا كده على حضرة النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. القصة يا حبايب قلبي، الأم متزوجة وعندها 5 أطفال. طبعا الأطفال دول جم يصحوا باباهم. فطبعا لما جم يصحوه يا بابا يا بابا، فهو طبعا ما بيردش عليهم. فجريوا طبعا على مامتهم، يا ماما بابا مش بيرد علينا. طبعا هي جريت راحت تطمن وتشوفه ماله ما بيردش عليهم ليه. فجت تصحيه فما بيردش عليها برضه. فاتصلت بالاسعاف، الاسعاف جت خدته ونقلوه للمستشفى. طبعا كل ده في وسط ذهول، يعني كل ده حصل بسرعة. مش عارفة هتتصرف ازاي، هتعمل ايه مع اولادها، هتصرف منين، هتروح فين، هتيجي منين. كل ديت امور عمالة تدور في دماغها ومش عارفة هتعمل ايه. طبعا زوجها انحجز في المستشفى و... وفي ناس طبعا قابلوها قالوا لها ما تخافيش ان شاء الله. طبعا هو طلع عنده سكتة دماغية. قالوا لها ما تخافيش، احنا كان عندنا واحد قريبنا وقعد 3 شهور وخف وبقى كويس. في ناس تانية قالوا لها ان احنا نعرف واحد كان قعد سنة بنفس التعب ده وخف وبقى كويس. طبعا هي مش في دماغها لا 3 شهور ولا السنة. هي كل اللي في دماغها انا هجيب مصاريف المستشفى منين، هصرف على اولادي منين، هروح فين، هاجي منين. كل ده بيدور في دماغها ومش عارفة هتعمل ايه. المهم طبعا هو انحجز وبقت كل يوم تروح تطمن عليه. بس طبعا الحالة زي ما هي، مفيش تقدم ولا تحسن. لغاية ما جت في يوم وهي قاعدة كده، فواحدة ست شافتها قاعدة ان هي تعبانة وعمالة تبكي وكده. فقعدت تواسيها وتهون عليها اللي هي فيه يعني وكده. قالت لها على اللي هحكي لك حكاية. كان فيه زوج وزوجة اتأخروا في الإنجاب لمدة طويلة، وبعد كده ربنا كرمهم وأنجبوا بنت. فطبعا هي لما ولدت البنت قالوا لها ان هي مش هتعيش. فسبحان الله ربنا يعني كرمهم وعاشت وبقت كويسة، وبقت عندها 6 سنين. طبعا لما بقى عندها 6 سنين جالها شوية تعب وكده ونقلوها المستشفى، وقالوا ان هي لازم تنحجز في العناية المركزة لان هي فعلا تعبانة جدا. وفعلا انحجزت في العناية المركزة، وباباها ومامتها روحوا وكل يوم بقوا يجوا يشوفوها ويطمنوا عليها. فطبعا الدكاترة قالوا لهم ان الحالة غير مستقرة، وهكذا كل يوم يجوا يطمنوا عليها وكده، لغاية ما جم في يوم وقالوا لهم ان البنت توفت. طبعا بكل هدوء دخلوا استلموا الطفلة وخدوها وخرجوا. فالناس طبعا اللي موجودة في المستشفى استغربوا ازاي يعني ان الدكاترة قالوا لكم ان بنتكم اتوفت وخارجين كده
بكل هدوء وكأن مفيش اي حاجة حصلت ولا حاجة، وخدتوها ومشيتوا كده، يعني مفيش اي حاجة. الناس بقت تستغرب عايزة تفهم فيه ايه. طبعا زي ما انتوا عارفين ان اي حد تاني هيقعد يصرخ ويعيط والكلام ده كله وينهار من الموقف، ولكن كان عندهم صبر ورضا يفوق الخيال. طبعا قال لهم ان انا كنت انا وزوجتي اتزوجنا وقعدنا فتره ما نجيبش، وربنا كرمنا بطفله. في الوقت ده الاطباء قالوا ان هي مش هتعيش، لكن ربنا من علينا، والطفله دي عاشت معانا، اكلناها وشربناها ولبسناها ولعبنا معاها وعشنا معاها احلى ايام حياتنا. فطبعا ربنا كان مدينا امانه وحب ان هو ياخدها منا، واحنا حامدين ربنا وشاكرين ربنا على كده. وطبعا الزوجه بعد ما سمعت القصه بتقول ان القصه اثرت فيها جدا وغيرت تفكيرها، غيرت تفكيرها ل 180 درجة. طبعا بعد يومين من القصة ديت، طبعا هي كانت لسه في البيت، ما كانتش راحت لسه المستشفى. جالها خبر ان زوجها توفى، فسجدت لله حمد وشكر. سجدت لله حمد وشكر ان ربنا كرمها بزوج قعد معاها 17 سنة، انجبت منه 5 اطفال، عاشت معاه حياة سعيدة، عاشوا مع بعض اجمل ايام. فطبعا يمكن ربنا كان باعت لها الست ديت كرسالة او منحة من ربنا ان هي تهون عليها المصيبة بتاعتها، وهي فعلا هونت عليها. وربنا كبير وربنا ما بينساش حد. لازم يبقى عندكم ثقة في ربنا، ان ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيضيعكم. ولما بيكون فيه ابتلاء او فيه اي مصيبة، انتوا بتبقى من وجهة نظركم ان انتوا شايفينها انها حاجة وحشة، انما ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملناش الا كل خير. ده بيبقى خير ربنا، لكن احنا بنبقى شايفينه ان هو شر. آه ساعات لما بنبقى تعبانين بندخل نبحث على اي فيديو انه احنا نسمع منه اي كلام يريح قلبنا او يهون علينا اللي احنا فيه. سبحان الله، تيجي تقلبي على اليوتيوب ربنا تلاقيه باعتلك فيديو بيهون عليكي وبيقولك اللي انت فيه اهون واقل من اللي فيه اي حد تاني غيرك. بتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.